بيبدأ الأنمي بتاعنا بشاب بيجري وواضح عليه الخوف جدا، ووراه مجموعة كبيرة من الوحوش بتجري. هو مش فاهم هو فين ولا إيه الوحوش دي أصلا، ولا ليه بيطاردوه كده. فجأة بتظهر بنت جميلة جدا، بتاخده معاها بسرعة ويستخبوا ورا صخرة كبيرة. هو خايف جدا، فبتطلب منه ما يطلعش أي صوت عشان الوحوش ما تعرفش مكانهم. بعد شوية الوحوش بتمشي والشاب بيطمن أخيرا، لكن فجأة بيتفاجأ بكائن غريب شبه القطة خارج من جسم البنت دي وبيراقبه. الشاب مش عارف يتصرف ازاي وبيقولها: بتطلعي ايه يا ست انت بتطلعي ايه يا عم بتطلعي ايه؟ البنت بتفضل تضحك عليه وبتقوله: للدرجة دي خايفك؟ بيتعصب وبيقولها: خلي بالك، انا مش خايف. لو ما كنتش وصلت كنت ضربت الوحوش دي وهديتهم علقة سخنة وعلمتهم الأدب، بس حظهم اني وصلت. بتقوله البنت: بجد والله؟ ده انت جامد. بيرد عليها بحماس: ايوه يا بنتي، طبعا، انا عمري ما هسيبك. واضح ان الشاب ده معجب بيها جدا، وقبل ما تمشي بيقرر يوقفها ويعترف لها بمشاعره رغم انه لسه شايفها من دقيقتين بس. هنقول ايه بقى؟ الحب من اول نظرة. بيتوتر جدا وبيحلم ان كل ده حقيقي، لكن فجأة نشوف مشهد تاني: شوية شباب ماسكينه ورابطينه في عمود ومبهدلينه على الآخر. واضح انهم بيتريقوا عليه. واضح انك جامد فعلا. اول ما يفوق بيقول لهم: ايه يا عم، صحي النوم، ايه الاحلام الحلوة دي؟ وبيسألهم: ازاي هقدر اشوفها تاني؟ واضح ان البنت دي بيشوفها طول الوقت في احلامه. واحد منهم بيتريق عليه وبيقول: شكل البنت اللي بتشوفها في الحلم دي هي اللي هتقولك تاني. بيتعصب الشاب وبيقول له: انت قد اللي عملته ده، اعترف بهزيمتك واعتذر دلوقتي. وفجأة بيضربه بالعصاية، لكن الشاب اسمه نهيرا ناري هيرا بيقدر يصدها ويرد عليهم كلهم. بيقولوا له: ده انت هتموت فعلا النهارده. بيقول لهم ببرود: طب يلا بينا. وكل واحد فيهم بيضربه، لكنه قوي جدا ومش بيعرفوا يعملوا معاه حاجة. بعد ما يخلص ويمشي في طريقه بيلاقي الكائن الغريب شبه القطة اللي كان مع البنت، لكن القط ده أول ما يشوفه بيخاف ويجري. نهيرة متحمس جدا وبيقرر يفضل معاه. بيقعد في سور الكوبري، ولما يفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب وقدامه البنت اللي معجب بيها. بيفرح جدا، ودي المرة الألفين اللي يشوفها فيها. بيقوم بسرعة متحمس، لكنه بيخرج عن النص والجمهور بيتضايق منه جدا وبيطلبوا يعيدوا من الأول. هو مش فاهم إيه اللي بيحصل أصلا. البنت بتستغرب لأنها أول مرة تشوفه، وفي نص ما هو بيتكلم بيقع عليه القط بتاعها. بيتخض جدا وبيمسك فيها. البنت بتصوت والناس كلها بتضحك عليهم. واحد من الجمهور بيقول: دي مصر بتقولك رأيك في اللي بيحصل. وبيكون اسمه هاري. بيقول: يا هاري عندك حق، حتى أنا بحب الأحداث المفاجأة زي دي، بس للأسف النهاردة يوم مميز وما ينفعش اللي بيحصل ده. وبيدوس على جذب أو حاجة مشابهة. نهيرة بيتعصب جدا وبيقول له: أنت بتقول لمين اللي غبي يا جدع؟ اضبط كلامك. وفي اللحظة دي بيتفاجئ بالبنت اللي معجب بيها وهي بتزعله وبتقوله إنه أحرجها جدا. بعد كده بنشوف ولد في الشارع بياكل حاجة لذيذة. بيسأله: جايبها منين؟ بيعرفوا على المكان. بيروح نهيرة يشتري، لكنه مش بيقدر لأنهم مش بيقدروا يشتروا شحن أو فلوس شرطة مائلة نقود. صاحب المحل بيمسكه ويرميه بره. بيتعصب نهيرة وبيقول له: عامل زباينك أحسن من كده يا عم أنت. في شخص غريب واقف بيتفرج وبيسأله: نهيرة، إحنا فين؟ الشاب ده بيضربه وبيقول له: طوكيو طوكيو إيه اللي بتتكلم عليها دي؟ بيمشي نهيرة في المدينة ومش فاهم حاجة، وبيقول: إيه اللي حصل للقرن ال21 بالضبط؟ أنا سافرت عبر الزمن ولا إيه؟ بنعرف إن الضباب الأسود ده هيمتد ل200 متر، وأي حد موجود في النطاق ده لازم يجري بسرعة لبوابات الإخلاء. طبعا هو مش فاهم الناس بتتكلم عن إيه. بيسمع صوت الإنذار وبيترجاهم يفتحوا، لكن مفيش استجابة. بيلاحظ بنت صغيرة بتعيط ومش عارفة تعمل إيه. بيجري يحميها. الضباب بينزل عليهم، وفجأة كل حاجة بتتجمد ومش بتتحرك خالص. مش بيلحق يستوعب، وبيظهر وحش ضخم شكله غريب وبيدمر كل حاجة في المدينة. الناس المتجمدة بيخليهم في مكانهم، مش بيتحركوا. والغريب إن النار مش بتأثر فيها قوي وبيقدر يستحمل الضربات. بيستغرب من نفسه وبيقول: هو أنا بقى عندي قوة سحرية ولا إيه؟ الوحش بيجي يهاجمه. نهيرة بيقول: أنا اللي هعزم الوحش ده. الناس مستغربين إنه لسه عايش في الضباب أصلا، وبيطلبوا منه يتراجع. البنت اللي جواه بتختفي وكل حاجة بترجع طبيعي.
بيقعد نهيرة على الأرض، الناس بيروحوا يطمنوا عليه، لكنه بيتعصب وبيقولهم أنا اللي كنت عايز أقعد على الوحش. بتقول له واحدة يورو أو مشابه: هو أنت أهبل يا ابني؟ بس عندك حاجة غريبة، إنك تقدر تتحرك وسط الضباب الأسود كده عادي، لكن برضه مستحيل تقدر تهزمه عشان أنت مش أنيموجي. أونيموجي بيستغرب جدا وبيسأل: الأنيموجي ده إيه يا أخويا؟ بيبقى مشوش والطاقة السلبية بتسيطر عليه وبيفتكر شعار عيلته: ما تفكرش قبل ما تاكل أبدا. وتقريبا كلنا بنمشي بالشعار ده في حياتنا. بيقولها: أنا ما أعرفش حتى إيه اللي بيحصل، وإنتي مش عارفة أنا مين. بتقوله: فعلا ما أعرفش عنك أي حاجة. بتلاحظ إن وشه متعور ومتبهدل، بتاخده المكان آمن وبياكل. الضباب الأسود ده مفيش مدينة اسمها طوكيو أصلا. راجل بيتدخل في الكلام وبيقول: ده معناه إنه أوني أو حاجة شبه كده. البنت بتأكد كلامه، والضباب الأسود ده ظاهرة بتحصل لما واحد من الأوني يوصل عالمنا. بيتفاجأ وبيسأل: العالم ده خطير جدا. الناس بتشرح له إنهم سبب نجاة المدينة لحد دلوقتي، ومن غيرهم كانوا اتدمروا من زمان. بيحموها عن طريق التحكم في الشيكيجامي شيجامي، والشيكيجامي ده جاي من بره. بيخرج يلاقي البنت اللي معجب بيها بترقص باليه، بيبقى مبهور بيها جدا. بعد ما تخلص بتتفاجأ بيه، بيفضل يسقفلها ويشكر فيها. بتسأله: احنا فعلا فين؟ لو حصلك حاجة. بتشكره وبتوعده إنها مش هتنساه تاني أبدا. وبتعرف على نفسها اسمها تسوكيما، أو سكيما شرطة مائلة تسوكيميا. تاني يوم بيشوف ناس كتير واقفة، وثلاثة منهم مش ينفع نهائي. بيعرف إن في شخص غبي بوظ العرض كله، والمستشار متعصب جدا لأن اللي حصل ده ما يليقش بمقاوية زي دي، وطالب إنها تروح له بنفسها. نهيرة متضايق وبيقول: أنا اللي هعتذر له. لكنه مش بيهتم، وبيطلب من تسوكيما تروح معاه. نهيرة بيتعصب وبيقول له: أنت مش بتسمع ولا إيه؟ بقولك هي مالها دعوة، أنا السبب في كل ده يا جدع. بيروح هاري يطمن تسوكيما إن مفيش حاجة هتحصلها. بيخرجوا مع بنت صغيرة ويركبوا العربية، لكن فجأة بيجي صوت إن الضباب هينتشر، بيقتل الشيكيجامي والوحش ده. نهيرة بيقول لنفسه لازم يستغل الوقت ويدور على تسوكيما. بتحصل معركة قوية بين الشيكيجامي والوحش، لكن بيحصل اللي مش متوقعين. بيضرب الوحش ضربة قوية على تسوكيما، لكن الشيكيجامي بيروح بسرعة وبيحموها. بتقول تسوكيما اللي واضح عليها القلق: فرصة كبيرة، حتى لو هيموت. الكل متفاجئ إنه بيقدر يتحرك وسط الضباب الأسود تاني. نهيرة بيقول إنه حاسس بقوة غريبة وهيقدر يقضي على الوحش ده، لكنه مش بيلحق يخلصه. وبيدخل في دقة تاني وبيجري على الوحش بكل عزيمة، وبيقول إنه هيدمره بضربة واحدة بس. بيدخل في دق غريب، وفجأة بيتحول لشيكيجامي. بيقولوا إنه أكيد جه العالم ده عشان اللحظة دي. بيشتغل من على تسوكيما وبيفرح جدا لما بيلاقيها سليمة وجسمها ما اتدمرش، لكن فرحته ما بتكملش. فجأة بتظهر تعويذة ضخمة تحتهم. بتقول تسوكيما إن الوحش ده لسه ما اتدمرش فعلا. ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية. ولو وصلت لحد هنا، ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك وسبسكرايب، وتقولي رأيك في الأنمي تحت في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.